عزوز الشناوي الله يرحمه. ممثل كوميدي وسيناريست تونسي. يا حسرة على أيام عزوز والمسرح بتاع عزوز، كان يزرع البسمة ويفتك الضحكة من أهالي المناطق الداخلية كهول وأطفال، وخاصة تلك المناطق المنسية اللي قليل من الممثلين يحبوا يخدموا فيها. كان يجيبوا المدارس ويفرح التلامذة حتى بأبسط ما لديه. عزوز عاش يتيم الأم، معرفش أمه عزوز، حتى أبوه توفى وخلاه صغير وتكفل بيه خاله. تولد في تونس العاصمة تحديدا في نهج الباشا في المدينة العتيقة يوم 11 أوت سنة 1963، وتوفى في 5 جويلية 2013 إثر حدث أليم أودى بحياته. هو شهيد العمل. صحيح. توفى عزوز في حادث مرور وهو كان يحضر المسلسل، كان باش يتصور وخارج من إدارة من حاجة متاع سبونسر، وتم الحادث وتوفى عزوز. وكان معاه سي منجي بن سعيد الممثل المعروف بقويين قويين، ولكن عزوز توفى ومنجي ربي الفخ في صورته، ربي يطول في عمره والله يخليه. زاو تعليمه بالمدينة العربي في دار الجلد، ثم الصدقية، ثم الرحلة إلى فرنسا، وعاد عزوز لتونس والتحق بوزارة التربية، وزاو مهنته كقيم بالمعهد الثانوي بباب الخضراء، وتزوج وأنجب 3 بنيات. وكانت رحلة الفنية مليئة بالأعمال الدرامية بالمسرح، كتابة سيناريوهات وكتابة بعض الأغاني أيضا. كان مغروم عزوز بالغناء والموسيقى والتمثيل. بدأ في فرقة النضال المسرحي، جمعية أنصار المسرح، والعديد من الهياكل المحترفة الأخرى، وكتب ومثل. ومن أهم هذه الأعمال نلقاو ريحة البلاد، كانت افتتاح مهرجان قرطاج 2003 من إخراج منير العرقي ونص لعزوز الشناوي، اللي تعدى وفات إخراج عزيز أبو لبيار. الجلسة الصلوحية الأخيرة إخراج جمال ساسي. يمدوين الناس إخراج عبد الغني بن طارة. نكسي خساي إخراج إكرام عزوز. دار الخلاع إخراج منير الغربي. هات إخراج عبد المجيد لكحل. الطالبات إخراج منجم الحفصية، وغيرها من المسرحيات الناجحة اللي كتب هو السيناريو متاعها. شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية ممثل، كما كان كاتب أيضا. من أشهر أعماله نلقاو المسلسل الكوميدي قداش مني 1996، ريح المسك اللي قاعد يتعاود توا 1999 و2000، برنامج الاتجاه المعاكس 2006-2010، مسلسل مجلس الشيوخ 2012، باب الحارة اللي قاعد زاد يتعاود، عرفتوه باب الحارة المسلسل اللي بالسوري كان هو زاد الكاتب متاعه، إلى جانب أعمال أجنبية عدة. قالوا الوقت ينسي يا عزوز، لكن كل لحظة تتعدى نزيدوا نتذكروك ونتفكروك أكثر وأكثر. بلاستيك فارغة، الناس تقول ربي يرحمك وإحنا نقولوا ربي يصبرنا عليك. الله يرحمه عزوز الشناوي. كانت يفكروني